يسعد لي صباحكن ومساكن وين ما كنتوا. اليوم وصفتنا كيك النسكافيه والشوكولا بجوز الهند. أول شي عندي حبتين بيض بخفقن كتير منيح مع ربع ملعقة فانيليا لحتى يتضاعف حجم الخليط ويصير لونه فاتح. كتير مهمة هيدي الخطوة لحتى يطلع معكن الكيك مرتفع وخفيف. نخفقهم تقريبا 10 دقايق. بعد ما نخفقهم بنضيف السكر. عندي هون كباية ونص سكر. هلا بما انه حنحط فوق عليه اشياء ما تكتروا سكر، فيكن تحطوا اذا بتحبوا الحلا اكتر فيكن تحطوا لحد كبايتين سكر. تخلطوا منيح لحتى يدوب السكر تماما. بنرجع بنضيف فوقه نص كباية زيت نباتي وبنخلطهم كتير منيح، وبنضيف بنرجع 3/4 كباية حليب سائل. فيكن تضيفوا اي نوع عصير او شي، ما ضروري تحطوا حليب. برجع بنضيف فوقهم كبايتين طحين. الطحين ضفته على مرحلتين لحتى ما يكتل وما يتجمع الطحين بفرد مرة ويسمك الخليط بفرد مرة، فضفته على مرحلتين. بعدين رجعت ضفت فوقهم ربع كباية كاكاو وكمان ملعقة كبيرة نسكافيه. لما تكونوا عم تعملوا كيك بالشوكولا كتير طيب معه اذا بتحطوا ملعقة نسكافيه، كتير بيعطي نكهة طيبة. وهون بنتي كانت مصرة انها تساعدني، اصلا هي اللي كانت بدها الكيك واصرت نحط شمعة بالاخر. شوفوا الفيديو بالاخر. رجعت ضفت ملعقة كبيرة بيكنج باودر وحركتهم كتير منيح وحطيتهم بقلب صينية او بايركس بفوت على الفرن مع ورق زبدة. على جنب عندي كباية جوز هند حطيت فوقها نص كباية نسلة او حليب مكثف محلى. خلطتهم كتير منيح مع بعض. رجعت ضفت فوقهم ظرف دريم ويب وربع كباية مي باردة كتير وخلطتهم كتير منيح مع بعض لحد ما جمد عندي الخليط. بعد ما طلع الكيك من الفرن أخد تقريبا 45 ل 50 دقيقة. بتركه ليصير بحرارة الغرفة وبسقيه بكباية حليب. بس يصير بارد تماما بحط فوقه الخليط الجوز هند والكريمة والحليب المكثف المحلى. وعلى جنب كنت خافقة كريمة مع ملعقة كبيرة كاكاو كمان زينت فيها الوجه. ورجعت حطيت فوقها، هون كنت انا عم حاول اعمل شكل عليها من فوق، بس رجعت ما حبيت، فضلت ارجع اعملها بهيدا الشكل اللي هلا عم بتشوفوه. انتو فيكن زينوا مثل ما بتحبوا. رجعت ضفت فوقها كمان كان عندي شوكولا سوحتها على بان ماري وزينت فيها الوجه مثل ما عم بتشوفوا. الكيك كان كتير هش وطيب وشارب حليب ومسقسق وبارد وطيب كتير. وخليط الجوز هند مع الشوكولا أنا كتير بحبه. جربوا الوصفة كتير طيبة، جربوها وخبروني إذا حبيتوا، وألف صحة.